أنا موظف ديال الدولة لكنني لست مخزنا، لأن الموظف ما عندوش توجه سياسي. لكن حينما يكون تيار إيديولوجي فكري معين في المعارضة الجذرية مثل الشبيبة الإسلامية، والبعض من الشبيبة يدخل في إطار حزب معين، في حزب سياسي، ويقبل اللعبة الديمقراطية كما هي في المغرب، فإنه يقبل المخزنة والتمخزن. وهذا ما وقع للعدالة والتنمية. كان سابقا جزء من إسلاموية راديكالية جذرية ثورية، وأصبح يدبر الأمور السياسية في اتجاه الحفاظ على النظام المخزني.